ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على عيونكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا قمت كده من النوم حوالي الساعة 5 الصبح. يا دوبك فطرت أبو فيروز ونزلته للشغل، وبدأت كده معاكم اليوم. عملت كوباية شاي كده مع سندوتش سريع سريع، ومرضتش اعمل فطار ولا حاجه، لان انا لما بفطر وباكل فبقعد بصراحه يعني بهبط بقى وبقعد وكده وبكسل. فقلت لا بلاش كسل، وقمت كده يا دوبك الشمس طلعت، النهار طلع، وقمت بقى انضف الشقه. بص جبتها عليها وطيها بصراحه يعني. نضفت يا حبايب قلبي كده من الصاله. بدات الشباك بتاع الصاله نضفته من بره ومن جوه كده، لان في هوا اليومين دول وتراب وكده. وبصراحة ما نضفتهاش الا مرة واحدة بعد تنظيفة العيد ومن يوميها بقى ما نضفتهاش يعني وكده. بدأت يا حبايب قلبي بالشباك بتاع الصالة، نضفته كده من بره ومن جوه، بهدمة بقى معاكي زي ما انتي عايزة بقى. هدمة مش نضيفة عندك إيه ملهاش لازمة يعني، ما بتستخدمهاش، إيه فوطة قديمة، اي حاجة عندك إيه ما بتستخدمهاش، تنفضي بقى الشبابيك كده والبيبان. وهنا يا حبايب قلبي قلت اشيل فرش الركنة ده عشان الجو بقى حر. فالفرش ده زي ما يكون يعني ايه بيصعد كده، وبصراحة يعني الفرش ده تقيل، مش عايزة الا الشتا. عملت يا حبايب قلبي كده، شلت الفرش كله وقلت هغسله احطه في الغسالة يتغسل عما انضف. لميت الفرش كله كده وخدته دخلته المطبخ حطيته في الغسالة. وبدأت هنا يا حبايب قلبي اشد معاكم ال الكراسي والكنب. قومي ما تكسليش، ما تقوليش مثلا هكنس بالمكنسه، هكنس كده من على الوش وخلاص. لا قومي ما تكسليش، دي الحصاله اللي بحوش فيها اي فضيه معايا، والكرسي الصغير ده بتاع فيروز بتقعد عليه يعني معانا على الاكل، او بتجيبه المطبخ تقعد جنبي وانا بطبخ كده. هنا بقى يا حبايب قلبي بدات انفض في الكراسي والكنب. ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي في الاشتراك وتفعيل الجرس ولايكاتكم وكومنتاتكم اللي زي العسل اللي دايما بتفرحني. هنا بقى يا حبايب قلبي كنت خلاص شديت الكراسي كلها معاكم اهو، وبكنس من تحتها. والله العظيم عندي مكنسة بس ما بحبش استخدمها، يعني ما بستخدمهاش لما كنت تعبانة مثلا و... وفي حاجات كتير مش نظيفة عندي، فبقوم ايه مستخدماها ان هي تشفط معايا التراب بقى والورق وكده سريع سريع. إيه انما بقى مش تعبانة وبصحتي، لا طبعا بقوم وبعمل. النظافة طبعا من الإيمان، ودايما خلي بيتك نظيف يخش له الخير والسرور والهنا كده دايما. وبعدين يا حبيبة قلبي احنا دايما نكون يعني نضاف في بيتنا، لأن عندنا أطفال، وعشان كده برضك صحتنا. النظافة في البيت كده تحس ان بيتك نظيف، بيديكي طاقة ايجابية ان انتي تعرفي مثلا تخرجي براحتك بقى، تلبسي براحتك، تقعدي براحتك، تشربي شاي. ان الطرحة ديت علشان مش تقيلة، فدايما برفعها لانها بتزحلق مني. انا يا حبايب قلبي كنت بصم نضفت الشقة من هنا والله العظيم، ونمت يجي 3 4 ساعات مهدودة. والله العظيم مهدودة، لأن التنظيف ومعاكي عيلة صغيرة بيبقى صعب جدا. هنا بدأت أكنس بقى في نص الصالة التاني. السفرة ديت ليها مسمار من تحت كده بيتربط، فكنت نسيت أربطه، عشان كده الإزاز بيلف معايا، بس ربطته يعني افتكرته ربطته الحمد لله. شغل الشقة ما بياخدش معاكي ساعتين 3 على بعض. إيه لو عندك غسالة مثلا نص بتغسلي وتعصري وتشطفي بنفسك وكده. إيه خلي الغسيل في يوم وتنظيف الشقة في يوم. إيه في مثل من كتر عليك الشغل فرقوا على الأيام. إنما أنا عشان عندي هنا غسالة كبيرة، ف
بحب اغسل يعني جنب تنظيف الشقة وكده. النظافة ديت دايما عنوان الست، والست النظيفة ديت بصراحة رزق رزق كده من عند ربنا. دايما كده خليك نظيفة في شقتك. ما تقوليش مثلا محدش بيجيلي، محدش بيدخل عليا، محدش بيروح ولا يجي عليا. لا طبعا، ده عشان خاطر نفسك وعشان خاطر جوزك واولادك. هنا يا حبايب قلبي زقيت الانتريه، مسحت مكانه كده من تحت الكراسي وزقيته تاني. كان في كرسي كده زيادة، اللي هو كرسي صغير، هما كنبتين واتنين كرسي، بس الكرسي الزيادة شيلته طلعته فوق على السطح، لان فيروز بنتي كانت بتطلع عليه وبتفتح وبتقفل في الشاشة، فكانت ممكن تحرقها يعني لا قدر الله. فعشان كده بقى شيلته انا وجوزي وطلعناه على السطح. دعواتكم الحلوة وكلامكم الحلو، وما نتحرمش من كلامكم الحلو ده ابدا. ويا رب دايما كده انتوا وجودكم دايما على راسي من فوق، وشرف ليا طبعا. واكتبوا لي بقى في الكومنتات انتوا بتبداوا بايه، بالصلاه ولا بالاوض ولا بالمطبخ؟ وطبخته ايه النهارده؟ انا يوميها كان عندي اكل بايت، فعشان كده قلبت الشقه بقى كلها مره واحده. والله يا بنات هي هدة و... وبالذات لما يكون في طفلة صغيرة في البيت أو في عيال صغيرين في البيت. بس يا حبيبة قلبي كل ده عشان خاطر صحتك وعشان خاطر صحة أولادك. بدأت أزق الترابيزة تاني. البلاط اللي هناك ده اللي عند باب الشقة، دايما بجيب فوطة نظيفة، يعني فوطة نظيفة مثلا مش عايزاها أو كده، بس تكون نظيفة، وببلها ميه كده بمعطر او بدوني اللي انت حباه، وبمسح كده البلاط ده كله. ما بغسلوش لو في صرف والله يا بنات. يعني لو في صرف مثلا او بلاعه يعني عزكم الله وكده، ممكن اكبه ميه وبلبط ميه وكل حاجه. بس يا بنات والله ما فيش صرف، لان عشان كده يعني بمسح بالفتاله، او بمسح بهدمه كده البلاط اللي هناك ده. ما شاء الله انا كنت مسحاه في العيد، مخليه فل. هنا يا حبايب قلبي نضفت الشباك بتاع المطبخ، اللي هو بيطل على البلكونة، اللي بيطل على البحر. هو مش بحر ولا حاجة، هو بلكونة. المهم يا حبايب قلبي نضفته. بصوا بوريكم ان هو مش نضيف خالص من التراب والهوا. مع انه والله انا منضفه تنظيفه وبعد العيد، يعني بعد تنظيفة العيد كمان نضفت كمان. وبيتي عشان على الشارع وكده تلاقي التراب مالي الشبابيك والبيبان والبلكونات، مع ان البلكونات دي بتتكنس كل يومين وحياة ربنا. بقول لكم باي، بعمل لكم باي باي. الشبابيك دي انا كنت غسلاها، اللي هي بتاعت المطبخ، بس لقيت عليها بردك تراب وعفرة كده، قلت انفضها. مش عارفة ليه يا بنات دايما الاقي، يعني انا دايما ملاحظة الموضوع ده، ان في الشتاء ما تلاقيش عنكبوت خالص، وفي الصيف تلاقي العنكبوت. يعني سبحان الله. بجد بلاقي مثلا عنكبوت بين الشيش وبعضه، عنكبوت مثلا على السلك بتاع البلكونات. مع اني والله العظيم دايما بنفض البلكونات كويس جدا، وبنفض الشيش، ولدرجة ان انا بقلع الشبابيك والبيبان بغسلها. يعني شوفوا يا بنات وصلت لدرجة ايه، ان انا بقلع البيبان بغسلها، بس برضك بلاقي خيوط عنكبوت. هل ده عندي بس ولا عند الناس كلها؟ الله اعلم. هنا يا حبايب قلبي نظفت البلكونة من التراب، كنستها وبدأت امسحها معاكم اهو. حطيت
معطر في الميه، وحطيت اللهم صل على النبي دوني وشويه اوكس كده صغيرين، وبدات امسح بقى البلكونات. يا حبايب قلبي قلت لكم بقول لكم ان البطانيه ديت هاخدها اطلعها فوق على السطح في الشمس، لان طبعا المراتب دي كلها هتطلع على البلكونات. والملاية ديت والله العظيم ملاية السرير الصغير كانت نظيفة، بس قلت اشيلها يعني وكده، لان ايه بحب اغير الملايات يومين في الاسبوع، ان أنا بغيرهم يومين بس في الاسبوع، ما تكتريش عن كده، ما تبهدليش حاجتك، ما ت... يعني بصي يا حبيبة قلبي، لو لقيتي الملايات نظيفة سيبيها، إيه مش نظيفة اتوسخت وكده شيليها واغسليها، بس ما تبهدليش في حاجتك وتقعدي تشيلي وتحطي وتغسلي. كتر الغسيل بيدوب الحاجة، إذا كان سجاد ولا هدوم ولا ملايات، الحاجة بتدوب منك وعمرها بيقصر. لكن لو الحاجة نظيفة ولقيتها نظيفة معاكي، خلاص سيبيها مش مشكلة. إنما لو مش نظيفة اغسلي وامسحي وكنسي وكل حاجة. لميت السجاد الشقة بقى كله لميته، وقلت ما عدتش هفرشه، لان بصراحه يا بنات الجو بقى حر جدا. احنا بالليل ساعات بنتغطى وساعات لا، من الحر. انتوا عارفين طبعا احنا في الارياف، جنبنا الاراضي وكده، اراضي زراعيه وكده، فوالله الحر شديد جدا عندنا. حتى بالليل تلاقي الجو حر بالليل. قلت المهم بقى واغسلهم، هعمل لكم بقى ان شاء الله فيديو عن غسيل السجاد، يعني بالظبط يومين كده عم اروق بس من تنظيفة الشقة، لان بصراحة لما قلبتها كلها على بعضها في يوم واحد هدتني شوية بصراحة يعني. هو الشغل ما بيهدش، والشغل مش صعب وكل حاجة، بس المشكلة ان بيبقى معايا طفلة صغيرة، فبيبقى صعب شوية. اي حد كده يا بنات والله، يعني اللي عنده اطفال في البيت ده مستحيل يعمل حاجة على بعضها، مستحيل يعني. هنا يا حبايب قلبي شدت المكنسة بتاعتي اهي، بعرفكم ان انا عندي مكنسة يعني، والله العظيم المكنسة دي بتاعتي. وساعات بشفط بيها التراب والورق وكده، بس ما حبيتش بصراحة، يعني قلت اما اكنس بالمقشة. اني بصراحة بحب كنيس المقشة جدا عن اي مكنسة. والله لو المكنسة دي بألوفات الألوفات، انا ما بعتمدش على اي مكنسات خالص، بحب اعتمد على المقشة بصراحة يعني. نضفت كده تحت الكمبيوتر، ونضفت تحت الكومودينو، شديته وكنسته، وهمسح من تحته بردك. هنا يا بنات شغلت المروحة معايا تهوي الأوضة. أنا كنت كنسة تحت السراير قريب من قيمة شهر شهرين. وإن شاء الله بردك هشيل اللي تحت السراير كله، بس في العيد الكبير بقى، وهكنس على العيد الكبير إن شاء الله، وهعمل لكم فيديو عنه برضك، وهوريكم ان تحت السرير نضيف ازاي، لاني عمري ما سيب تراب ابدا تحت السراير ولا في اي حته في الشقه عندي. حاجه عرفتها، بس عرفتها متاخر، ان التراب ده بيمنع الرزق، وبيمنع الخير يخش البيت، وبيعمل مشاكل دايما في البيت، وبيجيب اكتئاب. لكن لو نظفت بيتك على طول اول باول وخليته نضيف، طبعا مش هتحسي باكتئاب ولا مشاكل ولا الكلام ده كله. هنا يا بنات الطرحة اتزحلقت مني، أنا بقول لكم ان هي عشان خفيفة دايما بتقع مني. بدأت كده دخلت في الأوضة الكبيرة اللي هي أوضة النوم الكبيرة، بدأت كده برضك ببيبان البلكونات. دايما بحب أبدأ بالخارج الأول عن الداخل، يعني ببدأ بالبلكونات، بشبابيك البلكونات وبيبان البلكونات إيه قبل الأوض، عشان التراب وكده. لأن لو كنست في الأوض الأول وغيرت الملايات السراير، وجيت اكنس البلكونه بعد كده، ممكن تدخل عفر وتراب جوه في الاوض. فبحب ابدا من بره بصراحه يعني.
بيبان البلكونة الكبيرة. طبعا انا كنت حاطة عليها جوزي ربنا يصلح حاله يا رب ويرضيه، انا كان حاطط لي عليها من بره مشمع اللي هو الذهبي ده، علشان ايه الشتا وكده، ده من الشتا اللي فات، يعني مش السنة دي، السنة اللي فاتت. وبقولك يا حبايب قلبي ان انا طلعت المراتب زي ما انتوا شايفين على البلكونات، الشمس جاية عليها ازاي. الشمس فضلت عليها يجي ساعتين، بتغير ريحتها كده و... وبتشمسها كده. وطلعت بردك المخدات هناك كده على البلكونة التانية، والمرتبة الصغيرة بردك طلعتها معاكم هنا يا حبايب قلبي، علشان المراتب ما تطلعش ريحة كمكمة ولا كده، دايما طلعيها اول باول. والله جوزي دايما ربنا يصلح حاله يا رب ويوفقه في شغله، دايما كان بيطلعها لي على السطح، بس شغله من بدري بقى، فما بيعرفش يقوم بدري وكده ان هو يطلعها على السطح معايا وكده. فقلت بدل البلكونة الشمس بتقعد عليها ساعتين، بدل ما البلكونة بتقعد الشمس عليها ساعتين، لا يعني ايه، اطلعهم في البلكونات احسن. الدنيا كانت هوا امبارح، فالهوا كده حلو ليها للمراتب والسجاد، والشمس برضك قعدت معاهم شوية. مش عارفة يا بنات ايه اللي حصل هنا تقريبا. اه ده المقطع يجي قبله. والله العظيم يا بنات، مش بقولكوا اللي عنده اطفال ده خيلة كبيرة جدا، وانا ببنتج الفيديو. المقطع بتاع المراتب اللي هي في البلكونات يجي قبل ما اطلع المراتب. والله العظيم يا بنات اللي عنده عيال في البيت ده، يعني ربنا يعين كل حي على حاله بجد يعني. حتى مش سايباني في المونتاج بصراحة يعني. ربنا يخلي لكم اولادكم ويا رب يرزق كل مشتاق بذرية صالحة. وهنا يا حبايب قلبي خلاص طلعت المراتب كده، حطيتها في البلكونات زي ما انتوا شفتم. وهنا خلاص شلت السجاد معايا بتاع الأوضة الكبيرة. الفيديو طويل شوية يا بنات بس معلش، لأنني كنت بصور لكم الأول الأوضتين الأول ونزلهم، وبعدين الصالة والمطبخ والحمام عزكم الله. بس أنا قلت ايه اما اجيبه كله في بعضه كده يبقى أحسن يعني وكده، عشان ما تنسوش انا عملته ايه في الفيديو الاولاني، يبقى ايه كله مع بعضه يعني. هنا نفضت السراحه دي معايا. السراحه دي يا بنات والله كان عليها برفانات، والميك اب بتاعي بقى والتوك بتاعتي والفرش والحاجه، بس من بعد فيروز ما بنتي بدأت تحبي وتقف كده وتشد الحاجه، وانا لميت كل ده، ما سبتش معاكم الا الدرج بتاعت الادراج الصغيره دي. لما بقى معايا لما الكحل، لما معايا البنس الشعر، التوك الصغيرة بتاعت فيروز كده يعني، القصافات، لما معايا كل ده يعني. انا برتاح قوي يا بنات لما بنضف الاوضه الكبيره، مش عارفه ليه يعني والله. يعني والله انا دايما ملاحظاها ان انا بيجيلي راحه نفسيه كده ان انا بنضف الاوضه الكبيره بصراحه يعني. بشغل القران وافضل انفض بقى في الاوضه واكنس وامسح فيها. يعني الاوضه دي والله العظيم انا مسحها مرتين، مسحتها مرتين امبارح، مرة معاكم هنا في الفيديو، ومرة بعد الفيديو برضك لقيت فيروز بنتي كبت، كان شوية شاي معايا كده خدتهم شربتهم مني، بدل ما تشربهم راح تكبهم في الأرض في الأوضة الكبيرة. هي وصلت معايا اهي. ما بتسيبنيش يا بنات، ما بتسيبنيش أبدا. أنا بقول لها اقعدي، يعني بقول لها اقعدي مكانك عشان ما تظهرش في الكاميرا قوي. كنت
كنت شغلت المروحة والله تنشف معايا وكده، فلما لقيتها جت قمت فصلت المروحة عشان طبعا متعياش، لان عياها صعب جدا. ربنا يسترها علينا يا رب جميعا. ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي في الاشتراك وكلامكم اللي زي الفل اللي دايما بيشجعني ولايكات كتير. هنا بقى دخلت المطبخ، كنت انا حطيت الغسيل في الغسالة وشغلتها، ولميت كده معاكم سجادة المطبخ والمشاية، كنت غاسلة البوتاجاز وغاسلة المواعين. مفيش الا الخضرة اللي هي على بتقولي اللعبة، يعني معايا اللعبة بتوريني اللعبة. المهم يا بنات المهم يا حبايب قلبي، ما بتسيبنيش يا بنات لحظة والله العظيم. المهم جبت خضرة، جبت جرجير كده وبصل اخضر وحطيته على المطبخ عشان طبعا انضفه كويس، بغسله تحت المية، بشطفه شطفة واتنين وتلاتة، بشطفه شطفة واتنين وتلاتة، وبعدين ايه احطه في مية واحط عليه يجي معلقة خل كبيرة كده ان هي تعقمه وتنضفه. وبعد ساعة كده يا بنات بقى برجع اشطفه تاني من الخل والمية، واحطه كده في مصفى يصفى، وبعدين بحطه في التلاجة. انا كائن بحب الخضرة، انا كائن خضراوي بصراحة يعني، بحب الخضرة جدا. حتى ما بخرج مثلا بنتمشى ناحية الأراضي الزراعية وكده عندنا في الأرياف، بحب أوي إن أنا أقعد قدام الخضرة كده وأشم ريحتها كده، اللي هي ريحة غير طبيعية بصراحة يعني. أنا يا حبايب قلبي كنست وبدأت أمسح في المطبخ ده أنا كنت غسلاه معاكم لو تفتكروا، بس والله ما في حاجة بتفضل على حالها. كده خلاص خلصت الحمام، دخلت المراتب، بس بعد معاناة بقى. يعني المراتب طلوعها سهل، انما وهي بدخلها صعب جدا جدا. كنست البلكونه ديت ومسحتها، ودخلت المراتب وفرشت السراير، والمرايه ديت بقول لكم بص بتلمع معايا ازاي ما شاء الله. وقفلت الشاشه ودخلت بقى الاوضه الصغيره برضك، دخلت المراتب والمخدات، وطبقت البطاطين كده جبتها من على السطح طبقتها، والمكان معايا بقى ما شاء الله فل شمعة منورة. الألعاب اللي هناك دي بتاعت فيروز، والباسكت ده عزكم الله برضك فيروز اللي حطيته في نص الصالة. عامل ايه فيروز يا بنات، عامل ايه؟ بس بحبها قوي. المهم يا بنات خلصت معاكم الانتريه وخلصت الدنيا دي كلها. ده ثبت الهدوم اللي عايز يتنشر، ثبت عالي كده، ثبت كبير جدا. بقول لكم البوتاجاز نضف معايا والمطبخ بقى فله. قولوا لي يا بنات، السجاده اللي في الصاله حلوه اسيبها زي ما هي ولا اشيلها بالمره واعينها؟ قولوا لي رايكم يعني. وده شنطه الهدوم بتاع فيروز، الهدوم الشتوي خلاص عينتها وطلعت الصيفي. واشوفكم على خير يا بنات، ما تنسونيش بقى في اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.